السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إن شاء الله هذه الحلقة هتكون بعنوان الرد على نص أنا الألف والياء والبداية والنهاية. في رؤيا يوحنا في الإصحاح رقم 1 والعدد من 4 ل 8 يقول النص: يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا، نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه، ومن يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر من الأموات، ورئيس ملوك الأرض الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه، له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين. أنا هو الألف والياء والبداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء، القادر على كل شيء. طبعا بنلاحظ أن هذا الكلام في رؤيا يوحنا في الإصحاح الأول من العدد من 4 ل 8 الكلام على الإله الآب وليس على يسوع، لأن في بداية النص الكلام على الآب صاحب العرش الكائن، وفي نهاية النص الكلام على الآب الألف والياء والبداية والنهاية القادر على كل شيء. لكن يسوع غير قادر. هذا النص على الإله القادر، ولكن يسوع ليس قادر. في يوحنا 35 يقول يسوع: أنا لا أقدر أن أفعل من نفسي شيئا، أنا لا أقدر. ولكن النص يتكلم على الإله القادر، يبقى هذا النص مش مطابق ليسوع. أيضا يسوع له بداية، وبدايته في مزود البقر. في لوقا 2:7 يقول النص: فولدت ابنها البكر وقمطته وأجعته في المزود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل. يبقى يسوع له بداية، فازاي يكون النص في يسوع وهو يقول أنا البداية والنهاية، ويسوع له بداية أصلا في مزود البقر؟ الشيء الآخر أن يسوع له نهاية، ونهايته كانت على الصليب. يبقى يسوع له بداية وله نهاية، فلا يمكن أن يكون هذا النص فيه والنص يقول أنا البداية والنهاية، فيسوع له بداية وله نهاية. الأمر الآخر، لو احنا افترضنا أن هذا النص في يسوع وهو يقول أنا البداية والنهاية وأنا الأول والآخر، أو أنا الألف والياء، فملكي صادق هو الألف والياء والبداية والنهاية أيضا. هذا الكلام نجده في عبرانيين 7:3. يقول النص: بلا آب بلا أم بلا نسب، لا بداية أيام له ولا نهاية حياة، بل هو مشبه بابن الله، هذا يبقى كاهنا إلى الأبد. يبقى ملكي صادق أيضا لا بداية ولا نهاية له. فهل ملكي صادق هو الله؟ الأمر الأخير أن رؤيا يوحنا رؤيا غريبة لا يصلح أبدا الاستدلال بها، فهي أحلام ومنامات. يرى الناس كلهم يعني حيوانات لهم أجنحة وعيون من الأمام وعيون من الخلف، وحيوانات لها قرون بداخل قرون، فلا يمكن أبدا الاستشهاد على ألوهية يسوع بهذه الرؤية الغريبة. إن شاء الله يعني نسأل الله أن نكون قد وفقنا في هذا الطرح. نستودعكم الله، نلقاكم الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.